هذا الخطاب السامي لصاحب الجلالة نصر الله يدشن لمسيرة ديمقراطية جديدة، وفي الواقع فهو ثورة جديدة للملك والشعب. فقد تطرق صاحب الجلالة في هذا الخطاب إلى كل النقط التي كانت تسكننا فيما يتعلق بالجهوية الموسعة، وهي أول إصلاح كبير جدا، والدور الآن المنوط مستقبلا برؤساء المجالس دور تنفيذي، توسيع صحن المشاركة الديمقراطية على صعيد الجهات، ثم كذلك دسترت توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهذا طبعا كان مطلبا ملحا ومهما، وكذلك 7 نقاط التي أتت فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري، وكون توازن السلطات أتى في خطاب سيدنا الله يسره، وكذلك اختيار الوزير الأول من الحزب الذي أتى في مقدمة الأحزاب في التباري في الانتخابات المقبلة. كذلك إنشاء لجنة يقودها الأستاذ المحترم المنوني لمراجعة الدستور والنقاش مع جميع مكونات الأمة المغربية.